أشارت تقارير صحفية إسبانيا أن نادي إشبيلية الإسباني تقدم بعرض رسمي ضم اللاعب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي نجم برشلونة قبل انتهاء فترة الميركاتو الصيفي الحالي. قالت جريدة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إشبيلية طلب استعارة اللاعب الزلزولي من برشلونة، لكن النادي الكتالوني رفض واشترط أن يكون العرض لشراء العقد وليس الإعارة. وأضاف ذات المصدر أن برشلونة يرغب في بيع عقد اللاعب الزلزولي عوض إعارته من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي والتماشي مع قانون اللعب المالي النظيف. يشار أن نادي برشلونة قد حدد 30 مليون يورو كسعر لبيع اللاعب الزلزولي، وهذا المبلغ لم تبادر الفرق المهتمة بخدمات اللاعب لدفعه لحدود اللحظة. يذكر أن ممثلي الزلزولي قد اجتمعوا بمسؤولي فريق برشلونة خلال الأسبوع الماضي، حيث أخبروهم أن اللاعب يدخل في حسابات المدرب تشافي هرنانديز ودوره سيكون مهم في مشوار الفريق، لكن بدون أي ضمانات حول عدد المباريات التي سيشارك فيها وما إن كان سيكون في التشكيلة الرسمية أو يبقى كبديل. هل من الأحسن للزلزولي البقاء في البارسا تحت إمارة المدرب تشافي هرنانديز أو المغادرة لإشبيلية أو أي فريق آخر للحصول على دقائق مهمة للمشاركة؟ اتركوا لي رأيكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.